هلا لفريق الانصار ناحيه اليمين، بس في فيصل عنتر. فيصل عنتر سوء تفاهم بينه وبين ديدي طنبوره. محمد جواد، محمد جواد بمرر كرة أمامية، فرصة لفريق الأنصار لافتتاح التسجيل، أخطر فرصة لحد هلا بالمباراة، وبيتر بيفتتح التسجيل. بيتر بروسبر بيفتتح التسجيل. الأنصار بيتقدم 1-0 على فريق التضامن سور. بيتر بروسبر بيفتتح التسجيل مع فرحة أنصارية كتير كبيرة ولعبة حلوة كتير كانت من فريق الأنصار. بالنهاية ترجمت لهدف أول بهالمباراة. الأنصار اللي بيتقدم على فريق التضامن سور 1-0. نرجع بنشوف فيلي عادي. شوفوا التمريرة الحلوة من محمد جواد، كرة أمامية كانت لداني نحلي. داني نحلي شوفوا شو ذكي هاللاعب. داني هون لمح بيتر، رفع الكرة وبيتر تطول لهالكرة، وعلى طريقة أوليفر بيرهوف بيسجل الهدف الأول بالمباراة. داني نحلي كمان مرة سيطر على الكرة ورفع لبيتر، وبيتر طلع وسجل برأسه الهدف الأول بالمباراة وهدفه السادس بهالبطولة. فإذا الأنصار 1 التضامن سور 0. هذا الهدف يمكن يحرك أكثر فريق الأنصار، يمكن يحرك أكثر فريق التضامن سور. فإذا بعد 27 دقيقة الأنصار بيتقدم 1-0 على فريق التضامن سور. برجع لرضا، رضا عنتر بيرفع امامي داخل منطقه الجزاء لابراهيم مناصر. ابراهيم فرصه هدف تعادل بتضيع فرصه تضامن سور والانجاز كبير من الحارس سلطان قاسم. سلطان قاسم بيكون سلطان بهالكره فعلا، بيعمل انجاز كتير كبير وبيصد هدف التعادل. فرصة مهمة كتير لفريق التضامن سور وتسديدة كمان لرضا عنتر. فرصة خطرة كتير والأخطر لهلا بالمباراة. شوفوا إبراهيم مناصري أخذ الكرة بطريقة حلوة كتير، سدد سلطان قاسم أول مرة وهيثم زين وسلطان قاسم ثاني مرة. هيدي صدت الأسبوع رح تكون، صدقوني، لأنه عمل ردة فعل قوية كتير. اللعبة توقف مع لاعبي فريق التضامن يلي عم يطلبوا من جمهورهم انه يروقوا، ما يعملوا ابدا اي اعمال خارجي عن القانون، عن الروح الرياضيه، لانه بعد في وقت كافي لفريق التضامن حتى يتابع هالمباراه. افضل شيء للجمهور انه يشجع فريقه بدلا انه يتوجه ليعمل غير شيء. يا ريت حسنا فينا نرجع نشوف الحادثه. بهالوقت اللعب بتوقف. يلي رح يتابع بعد لحظات كثير قليله فريق التضامن اللي صار كله. فيصل عنتر بيرفع الكره، الخطر بعده موجود، الخطر بعده موجود، وفرصه هدف التعادل لفريق التضامن سور بيمنعها كيفورك. كيفورك متألق، كيفورك بصد فرصه الاخطر لفريق التضامن سور بلعب كاس فايسروي الخامسة للنخبة بعد فوزه على فريق التضامن سور 1-0. هدف كان من توقيع هداف الدورة بيتر بروسبر بداية 27 من الشوط الأول. فريق الأنصار يلي بيفوز. فريق التضامن قدم شوط كتير كبير الشوط الثاني فريق التضامن، بس هيدي كرة القدم فيها رابح وفيها خاسر بالنهاية، والفريقين رح يكونوا على موعد جديد مع بطولة لبنان الأسبوع المقبل. رح يتحضروا لبطولة لبنان. كأس فايسروي مهم كتير للفريقين، بس يمكن بطولة لبنان هي الأهم. 3 نقاط لها أهمية
خاصة، فالفريقين رح يركزوا جهودهم على بطولة لبنان. كل فريق هلا رح يرجع يشوف وين كانت نقاط الضعف، نقاط القوة عنده، وين الخلل، ومنين لازم يعالج هالمشكلة حتى يدخل لبطولة لبنان ويكون جاهز ليقدر ياخد يمكن اللقب، خاصة انه الانصار والتضامن سور هن فريقين مرشحين جمال طه يلي عم يستلم كاس فايسروي للنخبة، الكأس الخامسة، وعم يرفعها قدام الجمهور فريق الأنصار يلي من بعد ما ياخذ الصورة التذكارية رح يحتفل مع جمهور الأنصار ومع فريقه بإحرازه هالكأس. والكأس يلي هلا رح تبرم على اللاعبين ليحتفلوا بإحرازهم كأس فايسروي الخامسة للنخبة. وشوفوا لوين دغري لعند الجمهور للاحتفال بالكأس. وهيك فريق الأنصار بيتمكن انه يفوز على التضامن سور 1-0 وبيحرز كأس فايسروي الخامسة للنخبة، كأس فايسروي يلي نقلكم اياها تلفزيون مستقبل. نحن بدنا نودع